فرق كبير جدا ما بين الفتق السري والفتق القربي عند الأطفال. لو ابنك أو بنتك حسيتي بوجود فتق سري أو قربي في الولاد أو البنات لازم ناخد بالنا. الفتق السري مشهور أكتر بكتير عن الفتق القربي، وده بيبقى موجود انتفاخ في السرة، وده لما نشوفه مش لازم نقلق، وهنصبر عليه لحد لما الطفل يتم 2 سنين بدون تدخل جراحي وبدون أي أدوية أو علاجات وبدون ما نحط حزام على بطنه. بنسبة 90 ل 95% بيخف لوحده. لكن لو شفنا وجود فتق قربي، يعني وجود انتفاخ في المنطقة القربية من الحوض سواء كان في الولاد أو البنات، ده فتق قربي ولازم يتم علاجه جراحيا وبسرعة، لأنه مش هيخف لوحده وهيبقى فيه مضاعفات، سواء كان نزول جزء من الأمعاء جوه الفتق أو لا قدر الله مبيض في البنات أو اختناق في المبيض أو الأمعاء. وعشان كده لازم يتم تدخل جراحيا وبسرعة. متقلقوش، الموضوع بسيط وبيتم في أقل من نص ساعة وبمنتهى البساطة. ونشوفكم على خير الفيديو اللي جاي.